اهلا بيكم حلقه جديده من برنامجكم تاني تشوية وش مع دكتوره مي نجيب. انا بفكركم ان سلسلتنا دي احنا شغالين فيها عن الهابي تشايلد. هابي تشايلد ازاي نخلي اولادنا سعداء ومبسوطين وفرحانين. وطبعا قلنا ان السعاده مش بس ان ابني يكون بيضحك وبيتحرك كتير او بيلعب كتير، لا، السعاده في عينيه اللي بتلمع، السعاده في ان هو هادي قادر ياخد قرارات، ان هو مش دايما حاسس ان هو قلقان بيجز على اسنانه، متوتر لابسط الحاجات. احنا كل ده معناها ان هو مش فرحان ينف او مش فرحان بالدرجة الكافية المفروض يبقى فرحان بيها او في ستريس عليه. اتكلمنا عن حاجتين قبل كده، اني ابني يكون فرحان بفرحي واني ابني يكون فرحان بان انا باخد كل المشاكل بعيدة عنه. المشاكل بتاعت الكبار، يعني مش قصدي اي مشاكل، لان في خطوة تاني احنا هنتكلم عنها الحلقة اللي جاية. الحلقة دي هنتكلم عن نقطة مهمة قوي، هي فكرة ان انا اعمل مع ابني ذكريات مفرحة. واحنا للأمانة دايما بنعمل الحكاية دي، او ده من الحاجات اللي احنا متعودين عليها. يعني مثلا يجي العيد بيبقى فيه نوع من الفرحة معينة، ان احنا مثلا بنخرج كلنا as a family، او ان احنا بنزور مثلا ناس معينة، او ان احنا بنخرج او بنلعب مع بعض، او بيكون في هدايا معينة، طريقة معينة ان احنا بنقعد نلعب بيها سوا كلنا. وده مش بيحصل في الوقت العادي، لكن وجودنا مع بعض ده بيعزز بيخليني انا كطفل قاعد مستني المناسبة، قاعد مستني العيد، قاعد مستني المناسبة دي. وفي نفس الوقت ده بيخزن جوايا كطفل مشاعر إيجابية وأفكار إيجابية وذكريات إيجابية ومفرحة. ولقيوا أن الطفل اللي بيخزن ذكريات مفرحة كتيرة احنا متعودين عليها وبنعملها وعملناها سوا كتير، لما بيكبر الدراسات قالت ان هو بيبقى عنده قدرة ان هو يكون ايجابي اكتر. مش بس كده، قدرة ان هو يقدم ويعمل عمل خير اكتر من الطفل اللي ما عندوش الذكريات دي. يعني بيبقى كبير عنده قدرة ان هو يساعد غيره، بيبقى كبير عنده قدرة ان هو يفرح غيره لان هو شخصيا عنده ذكريات مفرحة. كبير وعنده قدرة ان هو يتبرع مثلا بفلوس عشان ايتام او عشان اي مستشفى او عشان يساعد حد. قدرة ان هو يخلي غيره فرحان. السعادة اللي جواه اللي مخزنها في الذكريات دي وهو صغير ابتدت تساعده لما كبر ان هو يبقى انسان منتج وفرحان، مش بس وفرحان وبيفرح كمان غيره. الحاجة دي مهمة قوي، يعني مهمة قوي ان احنا نعمل ذكريات سعيدة ومفرحة مع اولادنا. لما بنقدر نعمل ده بنخلق منهم شخصيات ايجابية فرحانة، مش بس ليهم وللناس كمان اللي حواليهم وللمجتمع. هابي تشايلد ده الحاجة الثالثة اللي احنا اتكلمنا عليها النهاردة، وهي اني انا بخلق ذكريات مفرحة لطفلي تكون متخزنة في مخه، لما يكبر دايما يقدر يستدعيها ويحس ان هو فرحان. الحلقة الجاية من هابي تشايلد هنتكلم عن كذا نقطة كمان. احنا لسه في سلسلة هابي تشايلد عندنا كذا نقطة تاني هنتكلم عنهم ونقول ازاي نخلي ولادنا فرحانين ومبسوطين. اعمل سبسكرايب عشان يوصلك السلسلة بالكامل مع شوية وش ودكتورة مي نجيب.